هنعمل النهاردة مكرونة طعمها حكاية وريحتها هتجيب لآخر الشارع. هنعملها بخلطة مميزة كده هتخلي طعمها في حتة تانية خالص. بعمل المكرونة دي لما بكون مش حابة أطبخ في يوم كده التقضية أو كوجبة عشاء، بتبقى طعمها حكاية جدا. هجيب كمية المكرونة بتاعتي وتكون مكرونة خواتم أو عقل، ودي أنسب نوع مكرونة تنفع للمكرونة دي. هجهز بقى الخلطة بتاعتي. هجيب فلفل ألوان عليها 4 فصوص توم متقطعين، ويفضل ان هو يكون توم مصحح مش توم مفروم. هنحط عليها معلقة من الشطة اللي هي الحمراء، معلقة ملح، شوية فلفل أسمر، شوية كزبرة ناشفة، شوية كمون، ونقلب كل الخلطة دي على بعض ونركنها على جنب. هنحط بقى في الحلة بتاعتنا شوية زيت، معلقة من السمنة، ونسيب السمنة بتاعتنا لغاية ما نسيح، وننزل بنص كمية المكرونة بتاعتنا، ونفضل نقلب في المكرونة بتاعتنا كويس جدا لغاية ما يبقى لونها ذهبي ويحمر. اهم حاجة ان احنا ما نسيبش المكرونة، ونفضل جنبها نقلب علشان تفضل كلها لون واحد. اهم حاجة تكون كمية الزيت والسمنة بتوعي كويسين علشان المكرونة بتاعتي تطلع مفرفرة زي ما احنا شايفين. نخلي بالنا واحنا بنحمر المكرونة ما ننساهاش على النار، ونستمر في التقليب عشان تبقى لون المكرونة بتاعتي كلها لون واحد. واوعى يشغل بالكوا صوت الخبط والرزع والزعيق اللي ورايا دول ولادي، عادي ما تاخدوش في بالكم. اهم حاجة ان احنا نركز في المكرونة بتاعتنا. هنفضل نقلب في المكرونة لغاية ما لونها كلها يبقى ذهبي زي ما احنا شايفين. بعدين ننزل بكمية بقية المكرونة بتاعتي اللي احنا كنا مبقينها، وننزل بالخلطة اللي هي الفلفل والثوم والتوابل، ونستمر في التقليب لغاية ما الخلطة بتاعتي دي كلها تتحمر كده على النار. انا مش محتاجة احمر كمية المكرونة بتاعتي، بس انا بطلع ريحة الثوم من الخلطة اللي احنا حطيناها والتوابل. وانا بقى بحمر في المكرونه هجيب شويه شوربه يكونوا موجودين عندي، لو مش متوفر هنجيب ميه عليها مرقه ماجي، اهم حاجه انها تبقى مغليه وسخنه جدا، وننزل بيها على المكرونه. اهم حاجه يكون الشوربه مستواها زي المكرونه بالظبط. نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه صلصه، للاسف الشديد انا ما صورتهاش. بغطي المكرونة بتاعتي، بغطي عليها كأني بسوي رز بالظبط، وبعد ربع ساعة بالظبط بعري المكرونة بتاعتي وشكلها زي ما احنا شايفين اهو. مش قادرة احكي لكم على جمال طعمها وريحتها اللي جايبة اخر الشارع. التوابل بجد مخلية ريحة المكرونة تحفة جدا جدا. زي ما انتم شايفين مفرفرة، ولو سيبناها بردت هتفضل مفرفرة زي ما هي عشان احنا حاطين لها كمية سمنة كويس. هستناكوا تجربوها وتشاركوني في تعليقاتكم اذا كانت عجبتكم ولا لا، ولو حابين اعمل لكم وصفات تانية جديدة هستنى تعليقاتكم. باي باي.